تفتكر انت محتاج كاميرا عشان تبدا محتواك على اليوتيوب، ولا دي حجه بتعطل نفسك بيها ممكن للشهور وممكن لسنين كمان؟ النهارده هنتكلم على اهم الاعدادات اللي انت محتاجها عشان تصور بكاميرا التليفون وما تحتاجش كاميرا بروفيشنال، ازاي تظبط الاضاءه، ازاي تظبط الصوت. وبالمناسبه الكاميرا اللي انا بصور بيها دلوقتي هي كاميرا تليفون ومش ايفون كمان، دي كاميرا سامسونج، دي سامسونج S22 بلس. يلا بينا. قبل ما نخش في الموضوع في سؤال مهم لازم تسأله لنفسك. لو الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام كان موجود معنا في الوقت الحالي وشاف محتواك، ساعتها هيكون مبسوط باللي انت بتقدمه وبتنفع بيه الناس، ولا هينهيك عنه؟ ولو كانت إجابتك أيوه هيكون مبسوط، يلا بينا نبدأ الفيديو. أول حاجة هنتكلم عليها هي الإضاءة. انت لو شفت الانترو اللي في الأول دي متصورة بالتليفون، بس الفكرة كلها كانت في الإضاءة. دلوقتي بصور بكاميرا بروفيشنال بس من غير إضاءة. تعال نشوف عاملة ازاي. زي ما انتم شايفين دلوقتي انا بصور بكاميرا احترافيه هي الكانون R50، بس الفيديو اتقلب 180 درجه عشان بس الاضاءه وازاي وزعتها. تعالوا نرجع تاني ونشوف احنا وزعنا الاضاءه دي ازاي. زي ما انتم شايفين الموضوع اختلف تماما. الفكره كلها ازاي توزع اضاءه اوضتك صح. وزعت الاضاءه الرئيسيه هي الكي لايت اللي قدام مني بزاويه 45 وما تكونش بعيده جدا ولا قريبه جدا. انت كل ما تبعد الاضاءه كل ما هتاثر على الخلفيه عندك، وانت محتاج يكون الخلفيه بلون وباسطوع مختلف ووشك باسطوع مختلف تماما عشان تحس ان في بعد بؤري كده ما بينك وما بين الخلفيه. ده بيدي احساس سينمائيه وراحه للمشاهد، ودي مهمه جدا. تاني حاجة هي الفيل لايت، هي كل ما هي انها بتقلل الشادو والظلال اللي على الجنب التاني من وشك. تالت حاجة هي الباك جراوند لايت، وهي بدورها بتلعب دور الجوكر السحر في الفيديو بتاعك. دلوقتي هنتكلم عشان تاخد احلى صورة من كاميرا التليفون بتاعك في 3 اعدادات لازم تاخد بالك منهم جدا. اول حاجة الاوتو فوكس الاوتو اكسبوجر، ازاي تقفلهم عشان الصورة ما تفتحش وهتغمق معاك كل ما تحرك ايدك قدام عينك. تاني حاجة هتصور على انهي FPS، 60 ولا 24 ولا 30. تالت حاجة هي حاجة اسمها الجريد لاينز عشان تظبط الكادر بتاعك ويبقى مريح ويدي قوة للكادر بتاعك. أول حاجة الأوتو فوكس أند أوتو إكسبوجر، دي بتدوس دوسة مطولة على شاشة التليفون عندك، بتدوس عليها عشان يظهر لك رمز القفل، بتدوس عليه عشان يثبت لك الفوكس بتاعك والاكسبوجر، لأن التليفون بيعدل الإضاءة والفوكس أوتوماتيك، فده بتقول له لا ثبت لي على الوضع الحالي. تاني حاجة هو ال FPS، ادخل على إعدادات الكاميرا وصور 4K على 30 فريم. دي تقريبا افضل اعدادات ممكن تحتاجها وانت بتصور، هتديك ارتياحيه وانت بتعمل زوم ان اند زوم اوت في المونتاج، ومش هتبان مربعات ولا بكسلات، فركز في دي قوي. فعل من اعدادات الكاميرا عندك هي حاجه اسمها الجريد لاينز، ودي بتدي خطوط ومربعات في الكاميرا عندك. ثبت عينك على تقاطع اللاينز دي علشان تدي قوه وثبات للكادر بتاعك. خامس حاجة المشاهد ممكن يستحمل ان الكواليتي ما تبقاش مظبوطة، ان الاضاءة مش احسن حاجة، بس الصوت لو مش مظبوط اعرف ان الكونتنت بتاعك او المحتوى بتاعك هيقع ومش هيكمل. استثمر فلوسك انك تجيب مايك كويس جدا. انا دلوقتي بستخدم المايك كوندنسر الاوديو تكنيكا 2020. ممكن تجيب انت مايك وايرلس زي من DJI او من هوليلاند او من بويا. لو هرشح مايك واحد من الماركات دي ممكن نجيب من DJI الM2، ومن الهوليلاند ممكن نجيب لارك M2 او اللارك C1. الC1 يعني احترافي اكتر، بس لو هرشح لك مايك واحد من المايكات دي كلها هرشح لك وبشده الهوليلاند لارك M2. بص يا مان، في نقطه مهمه جدا لازم تاخد بالك منها، ما تربطش نجاحك بعدد المشاهدات او الفلوس اللي ممكن تطلعها من على اليوتيوب. لازم تبص للموضوع بزاويه مختلفه شويه. تخيل معايا كده ان العميل بيدور على مونتير او فويس اوفر او صانع محتوى او UGC. لما يدخل لقناتك تعرف تعمل فويس اوفر كويس قوي، تعرف تمنتج، تعرف تعمل هندسه صوتيه، ده بيدي انطباع احترافي لاي حد بيشوفك. وما تنساش ان منصه اليوتيوب الا ما هي بتعرض شغلك، وده اللي انا ركزت عليه في الفتره الاخيره. انا جالي عروض شغل كويسه قوي من قناتي على اليوتيوب، يعني انا ما كسبتش ولا جنيه من المنصه، بس اليوتيوب هو فتح لي مجال ان الناس تشوفني وانا بعرف اعمل 1 2 3. فخليك مركز في الشغل بتاعك وازاي تطلعه بكواليتي حلوه قوي عشان تدي ثقه للعميل ان الراجل ده بيعرف يعمل الشيء الفلاني. وما تركزش في المشاهدات، يعني ممكن 100 مشاهد تطلع منه $1000 في الشهر، ومليون مشاهد ما تطلعش 100 $200. اعرف هنا انت بتعمل معرض للشغل بتاعك. انا هنا بكلمك على تجربه حقيقيه انا عشتها. انا بقالي تقريبا 5 شهور على اليوتيوب واشتغلت كفريلانسر عشان بس العميل خد ثقه من المحتوى اللي انا بقدمه، اذا كان فويس اوفر او مونتير مهندس صوت او UGC. فخليك فاكر ان محتواك على اليوتيوب هيشغلك كفريلانسر، يديك اضعاف الفلوس اللي ممكن تاخدها من اليوتيوب نفسه. وفي النهايه ما تنساش تعمل لايك كومنت واشتراك للقناه، وتابعني في اللي جاي. كان معاكم محمد رفعت، فويس اوفر اند كونتنت كريتور.
والسلام عليكم.